السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. شكرا لكل اللي بعتلي، وشكرا لكل اللي سأل عليا في الفترة اللي انا يعتبر اسبوع كنت متغيبة عنكم فيها. طبعا بما اننا بقى مفيش شغل الايام دي والدنيا مريحة في الكوافيرات وكده، نزلت لكم بحاجة سريعة جدا جدا جدا. وهي ايه؟ طيب، اللي يعرف اكيد ناس كتيرة جدا جدا عملتها وجربتها. ده طاجن صدق بالموتزاريلا. ده طاجن مكرونه بالموتزاريلا، بس حاجه فظيعه 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 فظيعه. حلو قوي 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 قوي، وشكله يعني تشوفه في الاخر كده زي المكرونه البشاميل كده، حاجه كده بجد رهيب. طعمه وريحته وشكله يفتح النفس بجد، يعني اقسم بالله حاجه غايه في الجمال. اتمنى تشوفوا الفيديو للنهايه، لان شكله في النهايه وهم. ولا افخم مطاعم تقدر تعمل لكم الحاجات دي وتتعمل الوقت لو هتجيبيها من اي مطعم طبعا بفلوس. طبعا انت بتعمليها بايدك في البيت، وحاجه نظيفه، وحاجه انت غسلاها ومنضفاها، وحاجه طبيعيه 100%. بس قبل ما نتكلم عن المكونات، بسرعه بسرعه بسرعه، لايك وشير للفيديو. وحشتوني جدا جدا. هنتكلم الاول، بس الاول نصلي كده على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب، المكونات اللي معايا سهله خالص خالص خالص، وسريعه وبسيطه. طبعا انا عشان بحكم شغلي وبشتغل وبنزل وباجي متاخر بالليل، بدور على اسرع حاجه ممكن اعملها. الحاجه اللي هي في نص ساعه اكون عملت اكله. واكله بسم الله ما شاء الله، يعني مش اكله كده وخلاص، يعني اكله اكله فعلا. اكله مطاعم تقيله او اكله جامده. واكله تفتح النفس، واكله مغذيه، واكله تفتح الشهيه. واكله بتدفي، واكله بتشبع، واكله فيها كل الفيتامينات او كل النشويات اللي انا بدور عليها ليا ولاولادي. بالف هنا وصحه. اكله حلوه قوي 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 وبتفتح النفس. وشكل الموتزاريلا على الطاجن في الاخر او على الصينيه رهيب يا جماعه. انا كنت بعملها طواجن، بس دلوقتي لما بسال على الطباق اللي انا بدخلها الفرن دي الحراري، لقيت الطبق بقى بقد ايه. فقلت حرام اشتري اطباق وفي الاخر برميها. اعملها في صواني وخلاص، هتشوفوها في صينيه رهيبه 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 رهيبه. طبعا في الاول خالص 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 بنسلق المكرونه على حسب الكميه اللي عندك. طبعا الكميه اللي معايا دي كيلو يعتبر. الكيلو ده بيكفي بسم الله ما شاء الله، يعني كده 10 افراد. الكيلو بيكفي 10 افراد. طبعا انا معايا كيلو صدق وكيلو مكرونه، اجيب كيلو صدق على كيلو المكرونه. طبعا بجيب مثلا مقدار البصل بيبقى حلو برضو، ممكن اعمل كيلو كيلو الا 5 بصلات كبار حلوين. هي طبعا الحشو لازم يبقى حلو وبخيره كده. عندك بقى فلفل اصفر، فلفل احمر. عايزه تدخلي اي حاجه تانية ميكس كده تبقى مع الصدق في التشويحه دي. احنا بنصفر البصله كده، بندي البصله تشويحه لوحدها على النار، ونيجي نازلين بالصدق فوقيها. وطبعا معلقه هريسه شطه عندك، فلفل الوان عندك، اي حاجه انت تحبيها في الحشو مع الحاجه. طبعا البهارات انا ما قلتش نوع البهارات اللي انا حطاها، لان كلنا بنتبل الحاجه او بناكل الحاجه على حسب اللي احنا بنحبه. انا عيالي بيحبوا الحاجه ميكس شويه. انتي ما بتحبيش الشطه في الاكل. انا بحب الحاجه دلعه، انتي بتحبيها حادقه شويه. غيري بيحبها مززه. كل واحد على حسب. فانا عشان كده كنت مستعجله في الفيديو، وعيالي ما بيحبونيش اصور فيديوهات اكل ابدا، لان طبعا فيديوهات الاكل بتاخد وقت. انا بصور لقطات بس، يعني انا مش لاحقه اصلا ان انا اثبت التليفون كده واصور واقول لكم بعمل واحد اتنين تلاته. بس المكونات سهله وسريعه وبسيطه وجميله. اسرع طاجن مكرونه بالموتزاريلا ممكن تتخيليه في حياتك. اقسم بالله الموضوع كله نص ساعه. هتقولي لي ازاي؟ بشوح الصدق 10 دقايق. المكرونه ما بتاخدش معايا سلق 5 دقايق. في الفرن بتاخد 10 دقايق، يعني 10 دقايق و10 دقايق و5 دقايق، 25 دقيقه. يعني بصوا الموضوع اصلا ما بيستغرقش. هي نص ساعه بالظبط كده على الساعه، هي نص ساعه. انا عيالي يا ماما يا ماما قلت لهم نص ساعه يكون الاكل محطوط قدامكم بتاكلوه. ازاي؟ قلت لهم هي نص ساعه اعمل لكم طاجن بسرعه. هم بيفرحوا قوي لما بعمل لهم الحاجات دي، وانا من جوايا ببقى سعيده ان انا بعمل حاجه ان هي بتنجز. طبعا الحاجات دي لازم بتبقى متوفره عندنا. اللحمه المفرومه والصدوق والكلام ده كله بيبقى متوفر. الجبنه الموتزاريلا برضو عند اي حد، عايزه تحط موتزاريلا، عايزه تحط شيدر، اي نوع جبن انت حباه، او عايزه تحط ميكس في النص، اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. طبعا التسبيكه بتبقى عندي بتاعه الطماطم. المكرونه اتسلقت، ببدا افرد طبقه من الطماطم كده، طبقه سوري من المكرونه. زي ما انتم شايفين كده المكرونه اتصفت وفردناها في الصينيه. بعد ما بفرد صف مكرونه، برجع اجيب صف من الصدوق. طبعا الصدوق كده شايفين شكله عامل ازاي. البهارات اللي انا حطيتها: بابريكا،
ما بحطش فلفل اسود، بابريكا، كمون، 7 بهارات، شعرة الملح اللي انا بحطها، بحب الكمون. فلفل اسود لا. طبعا كان عندي كزبره، حاجه بسيطه كده حطيتها برضو عشان تديني يا رب بقدونس، حطيت قطعتها كده، هي كانت بسيطه يعني، برضو بتدي ريحه وطعم. طبعا اللون اللي انتوا شايفينه ده فلفل احمر، الحتت اللي انتوا شايفينها دي فلفل احمر، عشان يديني طعم ميكس شويه كده. بنفرد المكرونه، وبعد كده بنفرد الخلطه اللي عندي بقى، ايا كان بقى انت دخلتي فيها اللي انت عايزاه. انا كنت حابه ازود، انا بحب الفلفل الالوان في الاكل جدا، بس للاسف ما كانش عندي. فمع معنى ان انا ما عنديش ان انا هقف، لا مش هقف طبعا. هي شكلها وريحتها وطعمها رهيبه وجميله جميله جميله. انا بكتر الموتزاريلا جدا، شكلها بيبقى طالع من الفرن كده، ولا اجدع صينيه مكرونه بشاميل انتوا تشوفوها تقولوا ده مكرونه بشاميل. سريعة وخفيفة وحلوة واقتصادية ومش مكلفة. هي الصدوق عندي والمكرونة عندي، أكيد الحاجات دي في كل بيت. طبعا أنا بفرد الطبقة كأني بعمل بشاميل بالظبط، طبقة المكرونة تحت وطبقة الخلطة في النص، وببدأ تاني أغطي تاني. ركزوا بقى، أغطي تاني طبقة مكرونة والصلصة بقى على وشها. انا دلوقتي حطيت، طب عايزه تحط الصلصه في الطبقه اللي تحت مفيش مشكله، بس هي الافضل ان تبقى بعد تاني طبقه زي ما انتوا شايفينها كده بالظبط. انا كده حطيت رق مكرونه والخلطه في النص زي حشو، ورجعت حطيت رق مكرونه ورجعت غطيت بالصلصه. دي مش صلصه يا جماعه، دي طماطم مسبكه. انا اقرب لكم، شايفين دي مش صلصه جاهزه، دي طماطم مسبكه. طماطم بتاخد معايا كده على النار، ما يعني على مسلق المكرونه بتكون الطماطم اتعملت جنبي. الموضوع كله ايه، سهل وسريع وبسيط، وحاجه في الاخر بتبقى وهم وهم وهم، اقسم بالله فظيعه فظيعه فظيعه. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنت، او قولوا لي رايكم في التعليق، هستنى رايكم. اللي هيتفرج على الفيديو في النهايه لازم 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 يجربها، بجد بجد حاجه رهيبه. لو عايزين تدخلوا فيها الفلفل الالوان اصفر او احمر، بجد اقسم بالله بيدي نكهه وبيدي شكل ولون في الاكل. طبعا اللون في الاكل قلنا قبل كده بيجذب وبيخلي الاطفال تاكل. شكلها فظيعه فظيعه. انتوا هتشوفوني بقى وانا مطلعاه من الفرن وهم قاعدين، هات احنا ندوق يا جماعه، استنوا يا جماعه اصور، ابوس ايديكم وابوس رجليكم، اقسم بالله حتى ما لحقتش اصور الا صينيه واحده من كتر الاستعجال، واقفين على راسي خلاص هيبوظوا الفيديو. فصورت لكم لقطه خفيفه كده وسريعه، وريتكم شكلها او الوش بتاعها بيبقى فظيع. انا طبعا مش قادره لان عندي الدنيا حواليا مكركبه، لاني مستعجله بروق بعد ما بخلص الاكل، لازم الاكل الاول. عشان كده مركزه التصوير في الصينيه بس، يمكن التصوير مش واضح قوي لان انا مش جايبه اي حاجه حواليا ولا البوتاجاز ولا اي حاجه، انا مصوره شكل الصينيه بس. طبعا الطبقه الاخيره بتبقى الجبنه الموتزاريلا، وقلنا على حسب ما انت تحبي، عندك شيدر عندك موتزاريلا، اي حاجه اي حاجه انت بتحبيها حطيها. تمام، دي الجبنه كده هندخلها الفرن. طبعا هي بتاخد في الفرن قلنا اقل 10 دقائق، هي بتاخد اقل من 10 دقائق بس، وليكن 10 دقائق. والتسويات اللي هي على البوتاجاز اللي هي بالنسبه للصدوق والحاجات دي 10 دقائق برضو. فالموضوع كله يعني مفيش نص ساعه، والله العظيم يا جماعه ما خدت مني اصلا نص ساعه، بس قولوا نص ساعه. شكلها بيبقى حلو قوي وطعمها وريحتها انا مش قادره اقول لكم بقى على الريحه. الريحه رهيبه بجد، رهيبه رهيبه رهيبه. نفس الخلطه بتاعه العيش بلحمه، اللي بنقول عليه حواوشي، في ناس بتقول حواوشي. نفس الخلطه كده، عايزه تعملي صدق، عايزه تعمليه لحمه، عايزه تعمليه بسطرمه، الحاجه اللي انت تحبيها دخليها. انا نزلت لكم قبل كده، شايفين بقى؟ بصوا بقى على الجمال، بصوا الشكل بقى. مش مستنيين ان انا اصورها، اقسم بالله بوظولي الفيديو عيالي وجوزي بسم الله ما شاء الله يعني، بوظولي الفيديو. هما بيكرهوا جدا لما ببقى عامله اكل ولسه هصور. شايفين؟ انا قاعده حتى التليفون مش ثابت، قاعده اقول لهم استنوا طيب استنوا، طب حد يجيب لي شوكه، حد يجيب لي سكينه، حد يجيب لي حاجه، مش راضيين اقسم بالله حاجه يعني. ربنا يهديهم يعني، بجد بيبقوا جعانين، فبيبقى وقت طبعا عشاء، فبيبقى وقت صعب. ف شابول كل ست بتشتغل وست بيت وبتعمل اكل ووراها بيت وعيله واولاد، ربنا يعيننا جميعا. شايفين والله العظيم انا يعني مش عارفه، يقولوا لي طب هات احنا نعمل، طب هات احنا نقطع، طب هات احنا ندوق. يا جماعه اصبروا الفيديو هيبوظ مفيش فايده. طبعا هسيبكم تتفرجوا. دي كانت النهايه، انا ما لحقتش اصور الصينيه التانية للاسف، هم صينيتين بس حاجه رهيبه اقسم بالله. حاجه هي بتتاكل سخنه زي المكرونه الجاريه بالظبط.
ان شاء الله هنزل لكم المكرونه الجاريه والوصفه بتاعتها. سهله برضو وسريعه، من الاكلات السريعه، من الاكلات السهله اللي انا بحبها. بصوا بقى الجمال، انا مش عارفه اصور منهم، وزي ما قلت لكم يعني هم واقفين حواليا كده هم هياكلوني. انت لسه هتصوري؟ قلت لهم يا جماعه ده ثانيه انا بقى جايه ادوق للاسف. قالوا لي لا لا هاتي احنا ندوق لك احنا. فخلاص حسيت ان الفيديو هيبوظ مني وهم واقفين حواليا، فخلاص بقى كده هي هقفل الفيديو على كده يعني. فدي كانت نهايه الفيديو. ما استنونيش ان انا اصور الصينيه التانيه. يلا 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 قلت لهم يلا. شايفين الموتزاريلا بقى وهي على الوش كده بتمط كده؟ الاكله دي بتبقى سخنه، الاكله دي بتفتح النفس، الاكله دي فظيعه فظيعه فظيعه. انت لو اشتريتي طاجن دلوقتي هتلاقيه بفلوس. طبعا الحاجات دي كلها في البيت حاجات نظيفه وانت عاملاها على ايدك، حلوه جدا واقتصاديه وسريعه. اهم حاجه ان هي سريعه ومش مكلفه قوي بالنسبه لي لان الحاجات كلها كانت عندي. دي كانت الوصفه معايا النهارده، او دي كانت الاكله، او ده كان الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد واشوفكم على خير. واللي عنده وصفه جديده ينزلها لي في الكومنت، واللي جربها برضو او اللي هيعملها ينزلها لي في الكومنت.